السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير على خير ويكون نهاركم داز مزيان. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي لمسة كيتشن. كنتمنى تدعموني بلايك او سبسكرايب وما تنساوش الضغط على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبالنسبة للناس اللي باقي ما اشتركت معنا في القناة كنتمنى تضغطوا اشتراك باش القناة ديالنا تزيد تكبر ويشوفوها ناس كتر. فضلا وليس امرا، ما نطولش عليكم، نبداو الفيديو. في هذا الفيديو جبت لكم اسهل واسرع طريقه لتحضير الرغيف معسلين، مكونات بسيطه ومتوفره في كل دار، طريقه ناجحه 100%. الرغيف كيجيو مقرمشين من برا وهشاشين من الداخل، لذيذ بزاف ومرفوقين بعسل اللي لذيذ كيخليهم يدوبوا في الفم، مثالي لا الاعياد ولا المناسبات. تابعوا الفيديو حتى الاخير خطوه بخطوه باش تعرفوا على جميع الاسرار ويجيكم ناجحين من اول تجربه. خليكم مع الطريقه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الابيض يكون نوعيه ممتازه، غادي نضيفوا له قبصه ملح وواحد ساشي ديال الفاني، وكاس الا ربع من الزبده مذوبه، وكاس الا ربع من المزهر، وواحد ساشي ديال الخميرات الحلويات من فئه 8 غرام. غادي نجمعوا المكونات ديالنا بحال هكذا. غادي نضيفوا شويه ديال الماء، العجينه ما خصهاش تجي خفيفه، يعني بيني وبين خصها تجي رطبه بحال هكا. هذا هو القوام ديال العجينه ديالنا. غادي نقسموها على جوج. بالنسبه للدقيق 400 غرام هي 4 الكيسان ديال كاس العنبه، كل كاس العنبه كيوزن 100 غرام. من بعد غادي ندوزو نطلقوا العجينه ديالنا، غادي نطلقوها بالنشا، غادي نرشوا النشا فوق سطح العمل. من بعد غادي نوضعوا العجينه ديالنا ونبداو نطلقوا بالمدلك، ونطلقوها مزيان. خاصها تكون رقيقه كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه كنبقاو نطلقوا فيها. من بعد ما طلقنا غادي نبداو نلفوها على هذا الشكل هذا بحال هكذا. وفي الاخير غادي ندهنوا بالماء باش تلصق لنا العجينه ما عادي بحال هكذا وندوروها. من بعد غادي نجيبو سكين وغادي نقطعو قطع بحال هكا، قطع صغيره بحال هكذا كما كتشوفوا. كتخرج لنا كميه اللي كبيره. هذه يلا العجينه الاولى، باقي لنا النصف الاخر. فالطريقه غادي نضغطوا بالاصبع ديالنا بحال هكا ونطلقوا بالمدلك بحال هكذا كما كتشوفوا الفيديو. الطريقه اللي سهله، غتضغط بالاصبع ديالك بحال هكا وتطلقها غير شويه بالمدلك حتى كتحصل على هذا الشكل. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي. حاولت نطول معكم الفيديو باش يجي واضح اكثر. خدمت معكم اكثر من وحده باش تكون باين الشرح ديالها في الفيديو. كما كتشوفوا من بعد ما سالين الكميه كامله غادي نقليوهم في الزيت خصها تكون سخونه. غادي نوضعوهم بحال هكذا، النار خصها تكون شويه مرتفعه. غير تشوفوهم يعني بداو كيتفتحوا بحال هذا، كيتفتحوا بحال هكذا كيتنفخوا. نقصرهم شويه العافيه وبقاو تقلبوا فيهم غير بشويه بحال هكا كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. ملي بداو يعملوا فقاعات بحال هكذا كيكونوا واجدين، غادي نحيدوهم من الزيت، غادي نقطروهم ونطفيوهم في العسل. بالنسبه للعسل غادي نخلي لكم الرابط الفيديو اللي سبق لي حطيته معكم، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف الا بغيتو توجدوها في الدار. ونستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي.
كما كتشوفوا من بعد ما قطرناهم بالعسل غادي نوضعوهم في اي طبق التقديم، وغادي نوضعوا فوق منهم نزينوهم باللوز فيلي بهذه الطريقه هذه. يمكن لكم تزينوهم بالزنجلان، انا اختاريت نزينهم باللوز فيلي بحال هكا. كيجي الشكل ديالهم رائع كما كتشوفوا الفيديو، كيجيو مقرمشين ومرقين من الداخل، كيجيو رائعين ولذاذين بزاف، مناسبين للفطور العيد. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتجربوهم، حيت فعلا كيستحقوا التجربه. كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل من الداخل. ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في الكومنتير وتضغطوا لايك، وبالصحه والراحه.